الفائز هو بتنظيم كأس عالم 2022 قطر. قطر تفوز، قطر تفوز، قطر تفوز، قطر تفوز. هذه اللقطة كانت يوم 2 ديسمبر 2010 بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يوم الإعلان الرسمي عن تنظيم قطر لمونديال 2022. ومن ذاك الوقت بدأت الأشغال والاستعدادات لاحتضان كأس العالم، وصراحة الأشغال بدأت من قبل. دابا تشوفوا كيفاش. مع العلم أن ملف الترشيح لخدمة قطر لأول مرة في مايو 2010 كان فيه فقط 3 ملاعب وما كانش جاهز كليا، والبقية كانت رسوم وأشكال هندسية لمشاريع بناء 9 ملاعب في حالة فوز قطر بشرف التنظيم. وهي حاجة عادية في أغلب الدول ما كتكون جاهزة 100%، ولكن طبيعة الحال الدول تقدم ضمانات، وقطر كذلك قدمت ضمانات وتعهدات بأنها قادرة على استكمال الأشغال وبناء الملاعب قبل انطلاق المونديال. ولكن كما هو معلوم في كأس العالم ما فيش فقط ملاعب ومنشآت رياضية، بل الجانب الأهم والأصعب واللي كيحتاج أموال واستثمارات كبيرة هي البنية التحتية، كالفنادق، شبكة الاتصال والطرق السيارة والمستشفيات، المطارات إلى آخره، لأن الدولة تستقبل أعداد كبيرة من الجماهير. وكانت التوقعات تقول بأن قطر ربما يزورها حوالي 1.5 مليون زائر، والتحدي الأكبر هو أن هذا العدد غيزور قطر في وقت قصير حوالي شهر تقريبا، زائد مساحة الدولة الصغيرة جدا، وبالتالي اكتظاظ الجماهير، وخاصة أن الملاعب متقاربة. فأقرب مسافة بين الملعبين هي 5 كيلومتر، وأبعد مسافة هي 75 كيلومتر، يعني أنه يمكن للجماهير يشوفوا أكثر من مقابلة في يوم واحد، كيف ماذا رئيس فيفا اللي حضر جميع المقابلات تقريبا. هذا العامل يمكن يكون إيجابي ويشجع الناس على حضور المونديال، ولكن كيف ما قلنا ممكن يخلق مشكل في الاكتظاظ إذا ما كانت الدولة فيها شبكة طرق قوية كتسهل التحرك والتنقل بين المدن. لذلك فقوانين الفيفا كتكون صارمة جدا وتعطي أهمية كبيرة لهذه الاعتبارات. وفي وقت تقديم ملف الترشيح قطر ما كانتش بشكل اللي عليه الآن. وهنا ضروري نتكلم على مشروع دعمت فيه قطر ملف الترشيح، وهو مشروع قطر الوطنية 2030، وهو مشروع قومي وضعته الدولة سنة 2008، يعني قبل تقديم طلب تنظيم المونديال. والهدف منه هو تطوير البنية التحتية والخدمات والاقتصاد. ولكن كما شفتوا هناك فارق زمني بين 2022 و 2030، لذلك تم اتخاذ إجراءات مهمة بهدف تسريع وتيرة الأشغال. منها أن قطر قدمت طلب للفيفا وهو عوض 12 ملعب يكون فقط 8 ملاعب، واللي كلفوا حوالي 8 مليار دولار. ثانيا إعطاء الأولوية للمشاريع اللي تحتاج ميزانية وعمل كبير، كبناء مدينة كاملة سميتها لوسيل، مدينة تتسع لحوالي 400 ألف شخص بميزانية قدرها 45 مليار دولار، فيها شبكة طرق وقطارات على أعلى مستوى، وفيها ملعب لوسيل اللي فيه لعبات مقابلة النهائية. مشروع آخر مهم هو توسعة مطار حمد الدولي لاستيعاب ما يفوق 58 مليون شخص سنويا بتكلفة فوق 15 مليار دولار. ثم مشاريع أخرى حتى هي مهمة جدا، كمشروع مترو الدوحة، ميناء حمد التجاري، طرقات، منشآت سياحية اقتصادية إلى آخره. ثم مشاريع خدماتية ضرورية يحتاجها الشعب أولا كأي شعب في العالم، كالصحة، بناء المستشفيات، التعليم، الإعلام، ويمكن يستفدوا منها حتى السياح. المهم أن ميزانية هذه المشاريع هذه هي اللي عطاتنا 220 مليار دولار. والسؤال، هل فعلا تكلفة تنظيم كأس العالم هي 220 مليار دولار؟ سواء كان جوابك لا أو نعم فهو جواب صحيح حسب تعريفك أنت للمصاريف، لأن هناك من يقول أن ميزانية كأس العالم هي فقط مصاريف بناء الملاعب والمنشآت الرياضية، وهناك من يقول أن كل المصاريف المرافقة كانت بهدف تنظيم كأس العالم، وبالتالي يجب اعتبارها من الميزانية المباشرة لتنظيم كأس العالم. وبكل صراحة فربط مشروع رؤية قطر الوطنية 2030 بملف تنظيم المونديال كان نقطة فاصلة ساهمت بشكل إيجابي بفوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم. وحتى أغلب وسائل الإعلام العالمية تعاملت مع هذا الرقم كأنه تكلفة مباشرة فقط لتنظيم كأس العالم، وهذا اللي خلاهم يعتبروه أغلى ميزانية لتنظيم كأس العالم في التاريخ. وبكل صراحة بالنسبة لي أنا شخصيا فهذه قمة الظلم والإجحاف، لأنه كيف ما شفتوا أكبر جزء من المصاريف كان مخصص لمشاريع رؤية قطر 2030، وهي مشاريع تنموية ضرورية لبناء دولة قوية وحديثة. صحيح أنها خدمت بشكل كبير ملف الترشيح، ولكنها كانت مقررة مخطط لها قبل
بغض النظر عن فوز قطر بالتنظيم. وكاين اللي مشى بعيد وقال أن قطر اشترت كأس العالم ب 220 مليار دولار، يعني أن قطر دفعت رشوة. فعلا كانت هناك بعض الأقاويل على إمكانية تورط قطر وحتى روسيا في قضايا فساد ورشوة لبعض المسؤولين داخل الفيفا، ولكن الضجة الإعلامية الأكبر كانت على قطر، ولحد الآن حتى واحد ما يقدر يعطي دليل واحد واضح. وأنتم أعزائي المشاهدين المحترمين لكم واسع النظر. خلينا من المصاريف، تعالوا دابا نشوفوا إذا كان كأس العالم فعلا يستاهل هذه المصاريف، يعني نشوفوا أرباح تنظيم كأس العالم. اللجنة المكلفة بكأس العالم برئاسة السيد ناصر الخاطر توقعت أن المداخل يمكن توصل لحوالي 17 مليار دولار. هذا الرقم كيبان صغير بالمقارنة مع الأرقام اللي قلناها، ولكن بالمقارنة مع النسخ الماضية فهو رقم كبير جدا. ولكن السؤال، هل هذا الرقم هو الغاية ولا سقف الطموحات من تنظيم كأس العالم؟ طبعا الجواب هو لا. ما يمكنش تنافس دول من جميع أنحاء العالم وتوضع ميزانية ضخمة من أجل هذا الرقم هذا. وكإشارة فهذا الرقم هو تقدير لمداخيل مباشرة عندها علاقة فقط بالمباريات، يعني بيع تذاكر، إشارة داخل الملاعب إلى آخره. وطبعا هناك مداخيل غير مباشرة من خلال الرواج التجاري كالمطاعم والفنادق وزيارة معالم السياحية واستعمال وسائل النقل العامة والخاصة وحركة الطيران إلى آخره. هذه قطاعات كاملة تحتاج ليد عاملة كثيرة، وبالتالي رواج تجاري كبير. جانب آخر مهم هو الجانب غير المادي. الأرباح والمكاسب من الجانب غير المادي تكون على المدى المتوسط أو البعيد، كيسميوها علماء الاقتصاد سوفت باور، القوة الناعمة. قطر متوقع يزورها حوالي 1.5 مليون شخص، فيهم أكثر من 12,000 إعلامي، بالإضافة إلى مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي بحال يوتيوب، تيك توك، انستغرام إلى آخره. إذا هاد الناس خداو انطباع إيجابي على قطر كدولة وكشعب وتعرفوا على الثقافة والتقاليد وطبيعة المعيشة، فهذا طبعا يخلي الناس يحكيوا لأصحابهم على قطر وناسها والأجواء والذكريات الجميلة اللي عاشوها من حسن المعاملة وكرم الضيافة، وبالتالي دعاية مجانية. والأهم من هذا تغيير الصورة النمطية اللي عند الغرب على القطريين بصفة خاصة وعلى العرب والمسلمين بشكل عام، خصوصا بعد الحملات الإعلامية المسعورة اللي قاموا بها بعض وسائل الإعلام الغربية على أن قطر غير قادرة على تنظيم كأس العالم. وأنتم شفتوا أن قطر كذبات المشككين وصعبات مأمورية على الدول اللي غتنظم كأس العالم من بعد. مسألة أخرى مهمة، متوقع يشوف كأس العالم هذه السنة ما بين 3 إلى 4 ملايير شخص عبر العالم، والمتابعة مش فقط المقابلات وإنما حتى القطر كدولة. واللي عمره سمع اسم قطر غيسمعها يوميا على مدار شهر كامل تقريبا. يعني تساؤلات الناس وحب الاستطلاع غادي يخليهم يبحثوا ويتعرفوا على قطر كدولة أو كشعب، وربما يفكروا يزوروها من بعد. يعني أن مكاسب كأس العالم لا تقف عند ما هو مادي أو اقتصادي، لأنه مع الأسف كرة القدم ما بقات مجرد رياضة أو لعبة للتسلية أو الترفيه كيف ما كانت من قبل ملي كانت في يد الشعوب، وإنما أصبحت اقتصاد قائم بذاته بالنظر للملايير اللي كتصرف في المناسبات الرياضية، ثم وسيلة الإلهاء وتخدير الشعوب ملي استولوا عليها رجال الأعمال الرأسماليون والسياسيون. وبالرجوع لما هو رياضي، ما ننساوش نذكروا أن هذه النسخة كانت استثنائية بوصول المنتخب المغربي لنصف النهائي كأس العالم، وشفنا أن أعداد كبيرة من الجماهير الإسلامية والعربية والإفريقية شجعات ووقفات مع المغرب. يعني أن هناك نقاط إيجابية ممكن نستفدوا منها، خصوصا اللي عندها علاقة بالشعوب. ونتمنوا أن هذه اللحمة تكون في جميع الميادين ماشي فقط في الكرة. وكذلك نتمنوا أن هذا الإنجاز المغربي يتعمم ويكون في مجالات أهم كالتعليم والصحة والصناعة والفلاحة والعدل، لأنه كيف ما كان الحال كرة القدم لا هي غتحل مشكل الفقر أو البطالة أو أي مشكل إنساني أو اجتماعي. وهكذا نكون وصلنا للنهاية. شكرا على المتابعة، تبارك الله عليكم والسلام عليكم.